اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. صباح الفل، صباح السعاده والهنا، مساء الخير على عيونكم يا غاليين. وحشتوني كتير والله. وانا اسفه على تاخيري في الفيديوهات دي كلها، بس كان عندي ظروف والحمد لله، يعني ربنا ييسر الخير للناس كلها يا رب. انا النهارده جايه اعمل لكم اكله بسيطه جدا، جايه اعمل معاكم فطار، مش بعمل لكم ولا بعلمكم ولا حاجه، والله كلكم شطار وزي الفل. بس بعمل معاكم فطار. قلت اعمل شويه فول كده بالطماطمايه وقرن فلفل وتوميه، وحمرت شوية بطاطس وجبنة طعمية، وعندنا شوية جبنة قديمة كده فيهم قشر السفندي طعمهم حلو قوي. عملنا شوية فول حلوين يا رب يعجبوكوا. ومعانا بصل اخضر طبعا. بس البطل النهاردة في كل ده بصراحة الفول، فول جميل جدا، ريحته حلوة قوي 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 قوي. و... وطعمه جميل والله. فص الثوم وقرن الفلفل والطماطمية بيدوله طعم حلو وبيودوه في مكان تاني خالص. المقادير مش كتيرة، المقادير معانا طماطميتين وتلات اربع فصوص توم وقرن فلفل او قرنين فلفل رومي او حامي حسب اختيارك، حسب الناس اللي بتاكل معاكي في البيت. بس هعمله بطريقه كده هي مش جديده ولا حاجه والله، بس ان شاء الله يا رب تعجبكم. خليكم معايا وهقول لكم هنعمل ايه. وحشتوني، انا بأمنكم اللي اتفرج على الفيديو يعمل اشتراك ويفعل الجرس عند كلمه الكل عشان يوصل له كل جديد من يوميات مروه عبد الحميد. ويحطوا لي لايك، وعايزه كومنت منكم حلو كده، وعايزه دعوه حلوه ليكم. وما تنسوش اهم حاجة تصلوا على النبي. اهم حاجة تصلوا على رسول الله. صلاة النبي مكسبي، صلاة النبي بتفك الكرب، صلاة النبي بتشيل الهم، صلاة النبي بتوسع الرزق، صلاة النبي بتعمل بركة في البيت وفي الولاد وفي كل حاجة في الدنيا. صلوا على النبي تكسبوا صلاة النبي. خليكم معايا هقول لكم ايه المقادير وهنعمل ايه مع بعض. فيديو بسيط يا رب يعجبكم، خليكم معايا. ودي مقاديرنا سهلة وبسيطة، مفيهاش اي حاجة. شوية زيت مع معلقة توم، وادي الفول بتاعنا، وادي الطماطم، وادي قرن الفلفل. انا حطيت قرن واحد عشان في حد هياكل من الفول ده ما بيحبش الحراق. هنحط التوم على النار واوريكم هنعمل ايه. التوم على النار. التومه طبعا ما بتاخدش اي وقت على النار. التومه بدات تاخد لون معايا. التوم ده انا فرماه وحطاه في الفريزر، وعامله فيديو اتفرجوا عليه. عامله فيديو ازاي التوم فرمته وعملته وحطيته في الفريزر. اول ما بيطلع التوم بجيبه عشان ما يفضاش مني، وخساره يعني اللي بيفضى وبيترمي. فاول ما بيطلع التوم بجيبه على طول وافرمه واشيله في الفريزر. والله والبصل دلوقتي عشان برضو ما يبص، اول ما بجيبه بروح ماسكاه منضفاه وغسلاه وشايلاه في الفريزر، واطلع منه في اي وقت اعمل اي اكل انا عايزاه. اي اكل بيتعمل ما بيقولش لا والله. سامحوني على صوتي عشان عندي شويه برد. انا هنزل دلوقتي بالفلفل، مش هنزل بالطماطم. سامحوني انا بصور بايد وبعمل بايد، عشان كده ايه قفلت عشان احط الفلفل. الفلفل خدت تشويحه بسيطه. هنزل بالطماطم. الفول ده انا مش جايباه من بره، انا مدمساه. وهعمل لكم الفول ان شاء الله وهوريكم بيتعمل ازاي. والله العظيم من بق يعني بتاع الفول نفسه. الطريقه جميله جدا جدا جدا. القوطه هتشكشك كده في بعضها شويه، مش هتتسبك، يعني هتدبل شويه كده. هنحط ملح بقى ونحط كمون. مفيش اي توابل على الفول غير ملح وكمون بس. اي حاجه تاني لا، بتغير طعمه، وهي احلى حاجه طول عمرنا. الملح والكمون بتاع الفول. لو ليمون بقى وطحينه وما اعرفش ايه، بس ده ما بيبقاش بصلصه. الطحينه ما بيبقاش بصلصه. ادي ملح، ادي كمون. حطينا ملح وكمون
عملت خالص القطه دبلت خالص معانا. هنزل بقى بالفول بتاعنا. عايزه اقول لكم الفول ده انا مدمساه جميل جدا جدا جدا. كل حاجه غليت يا جماعه، ما بقتش في حاجه رخيصه. انا هوطي النار شويه عشان السخونيه والصهد طالعين على ايدي. شويه فول بقى والله العظيم عظمه، والله شويه فول زي العسل، ريحتهم وطعمهم ملهمش حل. زهقنا من الفول كل يوم بالطريقه التقليديه، طحينه ليمون زيت معرفش ايه. لا دي طريقه حلوه والله. هي مش موفره لان ما بقتش في حاجه موفره، مش هقول لكم موفره، بس هي بتغير الطعم يعني. ده بقى تعمليه عشوه كده خفيفه، تعمليه فطار للولاد. مش هقولك خفيفه عشان يعني مش هقولك مش مكلفه، لا بقت كل حاجه مكلفه. هسيبه كده يشكشك شويه مع بعضه. ريحته تحفه والله، مش قادره اقول لكم ريحته عامله ازاي. بألف هنا وشفا. نسينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. صلوا على النبي تكسبوا الصلاة على النبي. صلاة النبي كلها مكسب يا جماعة، انتوا الكسبانين. اللي يصلي على النبي بيكسب والله، هو اللي كسبان. مش كلام وخلاص، اللي بيصلي على النبي هو اللي كسبان. لان احنا اللي محتاجين شفاعة سيدنا محمد، ومحتاجين نصلي على النبي. صلوا على النبي كتير، صلوا على النبي واستغفروا، يفك كربكم ربنا ويزيل همكم وينصركم ويرفع رايتكم. بصوا الفول شكشك في بعضه بقى جميل ازاي، والله ريحته تحفة وطعمه جميل جدا. اهو تغيير، هو فول برضو يعني، مش ما تقلبش كباب ولا حاجة، بس فول برضو. والمقادير بتاعته سهلة يعني. طماطميتين وقرن فلفل رومي او حامي، ده اختياري بقى حسب رغبتك، وفص توم. عملنا بقى افطار كده سريع معاكم، يا رب الفيديو يعجبكم. يا لهوي الدخان ايه. دي جبنه قديمه، واللي فيها ده قشر السفندي انا بحبه جدا. ودي طعميه، شويه بطاطس حمرناهم كده كانوا عندنا. طبعا بصل اخضر مع الفول ده حاجه جميله جدا. وده بقى الفول بتاعنا، طعمه حلو جدا، مش قادره اقول لكم على ريحته وطعمه عاملين ازاي. ما تنسوناش بالله عليكم في الاشتراك واللايك، واعذروني انا اسفه جدا على التاخير عليكم عشان كان عندي شويه ظروف. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك، وفعلوا الجرس عند كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وبالله عليكم بالله عليكم ما تنسوش تشتركوا في القناه. اللي بيتفرج على الفيديو مش مشترك يشترك في القناه. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.